توقع خسارة المغرب ضد منتخب جزر القمر. منتخبات جزر القمر هي كل منتخب وعنده طريقة لعب وعنده خصائصه اللي يعتمد عليها، عنده او في تطور ملحوظ. هذا المنتخب مباراة راح يكون فيها لو يكون فيها اندفاع بدني تخلي المدرب انه يقف على جاهزية المنتخبات جزر القمر، يقدر يقف على مدى جاهزية هذه العناصر. اذا شفنا مثلا حتى منتخب جزر القمر هي منتخبات كلها عندها هامش تطور كبير في الفترة الأخيرة، لذلك دراسة يجب أن تكون بعناية. منتخب يعني أبهرني يعني بمستوى، يعني فريق يلعب كرة جميلة، يلعب بدون يعني ضغط، يلعب يعني بثقة كبيرة، سجل أهداف يعني من أروع أهداف، دائما يسجل هدفين وأكثر، 3 أهداف. أنا نظن من تقريبا من الفرق اللي سجلوا أكثر الأهداف. أنا نظن هذا الفريق يحسب له كل حساب، يقدم كرة رائعة. شفناه تقريبا هذا هو الفريق الأول تاعو، ما عندوش لاعبين كثير يلعبوا يعني نعم أنا قلت لك باللي 3-4 لاعبين يصنعوا لك منتخب آخر. يلا ولكن شفناه يعني في افريقيا اللي فاتت كذلك كان صناع مفاجأة. منتخب محترم، منتخب يجب أن تحسب له، يجب أن تكون محضر 100% ذهنيا، لأن هذا المنتخب أقول وأعيد حذاري منه، لا يستسلم، يلعب بطريقة دفاعية محكمة، يعرف كيف يدفع الخصم لارتكاب الأخطاء. صحيح أنه متواضع فنيا، ولكن يجب أن نقول أنه منضبط ويلعب بأخطاء المنافسين وبشراسة ولا يستسلم. بطولة كأس العرب راه انطلقت اليوم، كان الافتتاح اليوم. المنتخب المغربي غدوه ان شاء الله الدخول ديالو الرسمي غدوه في البطوله كاس العرب مع جزر القمر. كاين بزاف مقابلات بصح المغرب غدوه ان شاء الله يبدا مع الوحده. ميس كيتي راه دار ندوه صحفيه وكانت عنده صعوبات، ولكن عارف ان شاء الله غدوه خاصو يربح المقابله ولا يجاري المقابله الزوجه باش بحال يشد التشكيله ديالو الرسميه، لانه صعيب. كلش لاعبه كانوا لاعبين رابطه الابطال، لاعبين كاف، لاعبين روينه، عارفين اللي بليسور الاصابات. حتى المهاجم ديالو اللي كان عنده في الشهر ما كانش، المليوي. المهم راكم تعرفوا واش واقع. بن شرقي حتى هو زاد، راه ما غاديش يكون. هادشي اللي كاين. وكاين المنتخب المغربي انهزم هارد لك اليوم، السيدات ديال المنتخب المغربي اليوم الخروج ديالهم من كاس العالم، ولكن اول مشاركه ديالهم وطلعوا الدوزيام تور وواجهوا اسبانيا، واسبانيا قويه ماشي سهله، ولكن الحمد لله يعني الواحد كيتاهل الدوزيام تور ويعرف بعدها يجاري هذه المقابله. كاس العالم ماشي سهله، ان شاء الله البنات غادي يدخلوا في هذا النظام ديال كاس العالم، ومن القدام يعرفوا يجاريوا البطولات هذه المجمعه. المهم برافو عليهم، التالق ديالهم توصل للدوزيام تور في اول مشاركه راه ماشي سهل. هادشي اللي كاين. المقابله الاولى كانت دارت ما بين تونس وسوريا. سوريا هذه ديما دق في تونس، دقوتها لهم. انا ما فهمتش شمال افريقيا هذه تلعبوا معاهم. هما لو كان سمعتوهم يا اللعابه ديال تونس، كون سمعتوهم واش كانوا يهضروا في المجلس اليوم نعطيهم 4 ولا 5. اش غتقولوا؟ يلاه واش غتجاوبوا؟ ماش غتجاوبوا؟ على التوقيت اللي دايرين انا ما فهمتش. انا والله ما فهمت. هذه كاس العرب هذه توقف مع الوحده ديال النهار، تفرجوا علينا ولا غادي نمشيو نخدموا ولا غادي ناكلوا ولا واش غنديروا؟